لذة الانتقام لا تدوم سوى لحظة، أما الرضا الذي يوفره العفو فيدوم إلى الأبد. قول مأثور لأحد الحكماء. نحن في برنامج المسامح كريم. القصة اللي معنا الآن هي من المغرب، قصة خلاف على إرث. رح نحاول نحل هذا الخلاف، ولكن قبل ذلك ندعو صاحب العلاقة وصاحب المبادرة مصطفى. اهلا عم مصطفى، كيفك يا مصطفى؟ كيف احوالك؟ تفضل حبيبي، تفضل اهلا وسهلا. شكرا على مجيئك هي مصطفى. ما كاين لاباس. طمني عنك. الاهل بخير، عيال بخير، جميعا بخير؟ كل شيء بخير. شو بتشتغل؟ انا كنشتغل مساعد تاجير. مساعد مساعد تاجير. ايوه. حاليا امورك كويسه؟ كويسه كله طيب. تمام. بدي اروي القصه ديالك للمشاهدين بالاول، بعدين بنحكي شوي. مصطفى عنده قصه مع اولاد اخوه. كان عنده اخ الله يرحمه توفى. بعد ما توفى الاخ صار في خلاف على الارث بين مصطفى وبين اولاد اخيه. طبعا اولاد الاخ اعتبروا انه مصطفى اخذ حصه ابوهم او سرق بين هلالين، يعني انه سرق لهم حصتهم، وخصوصا ابنه البكر عبد الحكيم بيعتبر انه عمه مصطفى سرقهم بالكلام المفضوح. صح ولا لا؟ اختلفوا، تزاعلوا، صار في قطيعة عمرها يمكن تقريبا سنة. بس مصطفى حاسس بحاله انه مظلوم، يعني جاي لهون حتى يقول لابن اخوه لاولاد اخوه انه انا ما سرقتكم، وهذا اخوكم عزيز علي، هذا ابوكم اخي عزيز علي ولا يمكن انه اسرقه بقى، وبده يرجع يطبع العلاقة بينه وبين ابناء اخوه. نعم. مش هيك؟ نعم. مش هيك. طيب عبد الحكيم هو الكبير؟ الصغير. هو الصغير. والباقيين كبر منه. بيكلموك الاكبر؟ يكلموني. بس هو الصغير زعلان. وهو زعلان. انت عندك اولاد؟ عندي. شو عندك اولاد؟ عندي 4 اولاد. 4 صبيان؟ ولاد يعني صبيان؟ عندي ذكور؟ عندي واحد ذكر و3 بنات. 3 بنات. الله يخليهم. شو اعمارهم؟ عمرهم الولد 15 سنه والدريه 13 وتويميين 8 سنين. ما شاء الله. طيب مصطفى، كيف صارت الحكايه؟ يعني خبرني كيف وقع الخلاف. لان انا كنمشي مع باه البلاد، تنمشي معاه تنجي معاه. نعم. خويا بات عبد الحكيم. نعم. تنمشي معاه تنجي معاه، وهو توفى نهار 13 في شهر 1. نعم. عبد الحكيم كان معايا مزيان، كان كيمشي معايا، كيجي للدار، كيمشي معايا المسجد، عايش معايا، نشري لي حاجات، نشري لي كل شيء. ولكن عبد الحكيم ملي توفى باه في شهر 13 في نهار 1، هو في نهار 2 في شهر 10 تبدل عليا، كيتلاقى معايا وكيقول لي انت شفرتي لنا البلاد ديالنا، انت شفار. ويعمل يمشي كاع قال شفار يعني سارق. سارق، سرقتي البلاد. قال لك انت ديتي لنا الوراق وديتي لنا البلاد ديالنا ديتيها لينا. نعم. قلت له ما ديت لك لا بلاد لا والو، راه البلاد في بلاصتها، ولكن واحد عمي هو اللي واخدها كيتصرف فيها. نعم. عمي كيتصرف فيها. نعم. ولكن هو ما عرفش، ما جاش سولني وتبعنا بشويه تنوريه. هو قال لي لا انت اتفقتي مع عمي وديتي لنا البلاد ديالنا. نعم. كيمشي كيتلاقى مع ولدي غادي للمدرسه، تيقول لي في الطريق باك شفار. الدري تعقد ليا، ما بقاش باغي يقرا، كيقول لي قدام الزملاء ديالو، كيقول لي راه انت انا باك شفار. ولد ديالي جا عندي قال لي ايش عمره عبد الحكيم؟ عبد الحكيم 22 23. شاب. يشتغل؟ كيشتغل. قلت لي اخوانه الاخرين بيحكوا معك طبيعي؟ يحكوا معي طبيعي. ما بيعتبروك شفار؟ لا ما بيقولوا؟ لا. انت عندك استعداد انك ترجع لهم الارض؟ عندي استعداد. عندك استعداد؟ عندي استعداد. شرط؟ في شي شرط؟ كونديسيون؟ في شي؟ يكون غادي نوقف معاهم وغادي نوريهم لان يعني تقعد معاهم توريهم الاوراق ونوريهم لان الاب ديالو، لان أيوه. انا كنتسال الارض ديالي كنتسالو مع باهم، انا وريث منهم. نعم. وريث منهم. نعم. هو مازال ما عرفش كيسحبني لان انا ديت ليه الوراق وشفرت ليه البلاد. انا ما شفرتليش البلاد باقا في بلاصتها. نعم. نحن بعثنا رساله لعبد الحكيم. بقى
بنشوف اذا كان استلمها واذا كان وافق على المجيء. تفضل طلع هون. اهلا استاذ جورج، احنا الان كنتواجدوا بمدينه الدار البيضاء، ودابا غنمشيو باش غنقلبوا على الدار ديال السي حكيم الحرزي. اجيو معايا نشوفوه واش كاين باش نعطيوه الدعوه ديالو. على ما يبدو حنا الان قربنا نوصلوا للدار ديال الحكيم الحرزي. وعليكم السلام. السي حكيم الحرزي مزيد 1981 شهر 7. حنا عندنا لك سيدي واحد الدعوه من الاستاذ جورج. هيا أستاذ جورج. استاذ جورج، واش قابل الدعوه ديالو؟ ممكن نقدر نقبل ان شاء الله سيدي. يلا الله يعاونك. شكرا. عبد الحكيم استلم الرسالة، وافق على المجيء. عبد الحكيم منتظرنا نعطيه إشارة. مثل ما قلت قبل، في معنى عمه مصطفى لعبد الحكيم. عمه متهم من عبد الحكيم وتقريبا العائلة انه هو اخذ ارث ابوهم بعد ما توفى ابوهم توفى من حوالي سنة او من اكثر من سنة. بقى في خلاف على ارض شرحناها. جاي الاخ مصطفى جاي لهون لحتى يقول له لعبد الحكيم انه لا، انا ما سرقتكم، انا مش شفار مثل ما بيقولوا بالمغرب، ومستعد كمان اذا يفرجيهم الاوراق ويتصافحوا وياهم ويرجع لهم الارض اذا كان في لازم. بدنا نحاول نحل هالمشكله من نادي عبد الحكيم. سلام على رسول الله. إلى سيدنا محمد. الله معاك العلي. اهلا حلو. تفضل يا هلا عبد الحكيم. ازيك حبيبي؟ شو هالحلو هذا؟ طمني عنك. شفتك لابس نظارات عندي حساسية في العينين على حساب الأشعة. والأشعة؟ نظارات شمس يعني؟ نظارات مش شمس. نظر. لا مش نظر. نظرك كويس الحمد لله. شوف البنات كويس الحمد لله. يا اهلا فيك. اهلا عبد الحكيم. الحمد لله. طمني يا حبيبي، كيف اوضاع الاهل وكلكم بخير؟ الحمد لله. ماشي الحال. الامور جيدة في المغرب، الحياة ماشي كويس الحمد لله. في شيء زعجك؟ ما في الحمد لله. هيدي في احلى منها، انه الانسان يكون عايش سعيد وما في شيء زعجه. والله برافو. انا بشكرك انك جيت، اولا لبيت دعوتي. يمكن كنت متصور انه برنامج مسابقات ومدري ايش وبدك تربح فلوس. تمام. ما رح ربحك فلوس، بس يمكن تربح ارض، شو بعرفني. دي جات من عند الله. مرحبا. عبد الحكيم، انا مش صاحب الدعوة المباشر، في حدا دعاك. هذا البرنامج مختلف عن برنامج المسابقات. هذا في شخص بيطلب منا ندعو شخص اخر، بقى نحن بندعيه وبننبسط بنفرح نشوفه، خاصة لما بيكون هيك قالوا لي موسيقى. ايه موسيقى؟ نعمل موسيقى شنشر. بقى انت بتحب الموسيقى؟ بتغني؟ تمام. شو بتغني؟ اي حاجة عرب مغربي. بتغني راب؟ لا شعبي. شعبي؟ ما شاء الله شفتك صوتك حلو هيك. مثل ايش بتعرف تغني؟ شعبي اي حاجة حبيتي. سمعني شي شعبي هيك مغربي بشرفك. وتسيرك بيضاء وتصلي في الوليدة، ضربيني قعناه وقمشيني قعناه، وراني تنبغيك على قبلك نتايا، درت ليها الحماية
سطتني انا وهبلتني انا وراني كان بغيت. اوه حلو 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 حلو. شوف هالجمهور شو سعيد فيك. شوف هالجمهور شو حبك. الحمد لله. بس انت بتغني بالمغرب مثلا احيانا بحفلات بشيء شعبيه حي بتغني تمسك ميكروفون وبتغني تماما. والله برافو عليك يا سيدي. حتى ندخل بالموضوع وبدي اياك تضل رايق وهيك والناس حابينك ووجهك بشوش والى اخره. قلت لك صاحب الدعوه مش انا، شخص اخر هو اللي دعاك. بدك تعرف مين؟ لا بدك تعرف مين؟ مش عايز تعرف مين دعاك؟ بحالش فهمني. لا معلش، في واحد دعاك تجي لهون بده يقول لك شيء. مرحبا. مرحبا. بتشوفه. بدك تعرف مين هو؟ تريد ان تعرف من هو؟ نريد نعرف مين. انظر بهذه الشاشه. ايش كي داير هنا؟ ضحك. وين الضحكه؟ وين ضحكتك؟ انا مدير انا رزقنا هذا. اقعد شوي. اقعد لا لك انا شو الموضوع. هيك شو إيه؟ قلنا لك رح ترجع تربح ارض. حكيم حرام عليكم استاذ. حكيم روق شوي. حرام على اللي بيروح لك يا حكيم، حرام على اللي بيروح. هذا عمك مصطفى. شفار هذا عمي، هذا شفار. طيب انت قلت له شفار قدام الناس بالشارع، تصرخ له وتقول له شفار. وانا داير بيه دعوه. كويس. في المحكمه. خليك داير الدعوه، بس بدي اقرا لك الرساله تبعه. خليك معي شوي. بيقول لك ابني العزيز عبد الحكيم. خليني اقراها على القاعد لانه طويله. صحيح انك لا تطيق سماع اي رسائل مني، لكنني افعل ما افعل امام الله اولا، ثم امام كل من يشاهد هذه الحلقه، لكي اقسم لك انني لم اسرق ميراث ابيك كما تعلن انت. يا عبد الحكيم، لست انا من ياكل مال اليتيم، وانت مثل ابني، وابوك رحمه الله عليه كان اخي. افتحسب انني كذاب. افتحسب انني لا اخاف الله فيكم ولا اراعي انكم يتامى؟ يا عبد الحكيم، انا اسف حقا لانني لا استطيع اقناعك، رغم انك كنت الاقرب الي من بين اخوتك، وبعد ان كنت تراني مبتسما اصبحت تسبني وتشتمني وتعتبرني لصا، واقسم بالله انني لست كذلك، ولو كنت كذلك لما اهتممت بان اتي الى هذا البرنامج وادعوك لمسامحتي. يا عبد الحكيم، كفانا ما فات، ولتعد الى حضن عمك، ولتعرف انني لا زلت احبك ولا زلت اراعي ذكرى اخي، ولو حدث معي ما تعتبره اساءة لك فانا اعتذر عنه اكراما لذكرى اخي. سامحني والمسامح كريم. انا سمعت لعمك مصطفى، عمك مصطفى يقول انه مظلوم، وانه لا مش صحيح انه هو اكل ارث ابوكم او اكل البلد الارض اللي عندكم، وهو قال مستعد يعطيكم الاوراق واللي لكم حق فيه تاخذوه. وانا مشيت عنده ما بغاش يعطيني الاوراق. هلا عن شيء غير، مشيت لعنده ما اعطاك، هلا كاين يعطيك. هلا اجا على برنامجي، برنامج المسامح كريم، شاف انه في هالبرنامج واجا عشان يصفي نيته. يمكن ضميره تعبه، يمكن عاطفته ضغط عليه. انا بدي اسمع مصطفى. يا ريت تقول له
لعبد الحكيم اللي قلت لي اياه. انا لما اللي نوريه الاوراق ديالو ويمشي معايا ونوريه حاجه بحاجه تيوصل. علاش انت ما بغيتيش؟ انا اصلا ملي جيت عندك وانت باقي المود ديال الوالد يلاه مشي 50 يوم نكرتيني وجمعتيني قلت لي سير للبلاد. انا ما كنتش عارف. انا ما عارفش البلاد، انا واش انا عارف شي بلاد؟ ما كنتش عارف الوالد. ما كنتش عارف يا عبد الحكيم، والله ما عارف. انت عارف كل شيء. انت والله ما عارف. والله ما عارف عمي. انا كنت والله ما عارف. انا والله اشوف ما فعلا عارف. هادشي اللي قلتي انت. انا راه ضحيه بحالك، انا راه ضحيه بحالك، انا كنتسال الحق ديالي باقي ما خديتوش. ولكن توريني انت نكرتيني وجمعتي معايا وطويتي، قلتي لي بحال ما كاين والو، قلتي لي سير بوحدك. انا ما عارفش. انت كتقول لي انا شفار لان اجدارك ايمن ولدي كتمشي لي للمدرسه وتلاقى معاه قدام الزملاء ديالو كتقول لي باك شفار. شفار واحد انت ماشي شفار. ولدي تعقد لي يا عبد الحكيم. كيفاش تعقد لك ولدك؟ حشومه عليك حشومه. وانت اللي دي فلوس نيتامه. انا عمك في عود باك. انا عمك في عود باك. انا عمك في عود باك. كيف عود باك؟ دابا ما بقيتيش في عود باك. من يولي السنه حنا دابا وصلنا كاع غيشوفونا كاع الجمهور وكاع غيشوفونا العائله كاع ما كنتش انا كاع غنصور هادشي. انا اصليا ما جيتش. انا جيت عبد الحكيم. انا جيت عبد الحكيم تمشي نوريك حاجه بحاجه تتوصل. ما بغيتيش توريني. لا حيت دابا انت ما بغيتيش توريني. كون بغيتي توريني راه هذاك الشيء كله داك الشيء اللي انت محتاج فيه غتوصل ان شاء الله. ولدك ايمن عنده العقل. ولدك غير صغير وعنده العقل. انت ما عندكش العقل. انت نكرتيني وجمعتي وطويتي معايا. قلت لي باقي الشوراق في الحكومه. باقي الشوراق في الحكومه. باقي ما خديتهمش انا. باقي بحالي بحالك ما خديتهمش. خاصنا نمشيو. خليه يحكي شوي. استريح. خليه يتكلم شوي. اسمعوا انت شوي. والله انت كذاب. والله هذا كذاب. هذا امشي معايا عبد الحكيم. امشي معايا وغادي ناخذ الاوراق ديالنا من الحكومه. راه باقي ما خديناش الاوراق من الحكومه. راه انا بحالي بحالك. باش انا ضحيه بحالي بحالك. باقي حتى ما وصلتوش. بذكر ابوك معليش. بذكر ابوك كنت كنحتارمه ماشي ما كنتش كنحتارمه. في مشاكل وفي امور اكبر من هيك بكتير، والناس تسمع بعضها تتفاهم بتسامح. في امور اكثر. يعني انتوا شو القتيل بالارض؟ في قتيل بالارض؟ ما في قتيل، ما في قتيل، ما في دم. انتوا خلاف على بلد، على ارض. وجاي الرجل عمك كبير عمره 50 سنة اجا من المغرب جاي على البرنامج امام الملايين، وبعدك بتقول له شفار وبتقول له لص، بتقول له سارقني، بتقول له كذاب. اجا الرجل انهان ذل نفسه لحتى يسترجع ابن اخوه ويرجع يقول لك يا عمي انا ما سرقتك. طيب خذ واعطيه معه. يعني خليك وجهك الجميل اللي دخلت فيه على الاستوديو. مش حابك شوفك هيك معصب وزعلان. مش عايز تحكي معه ما تحكي معه يا اخي. مش عايز تصالحه ما تصالحه، ما تسامحه، بس ما تعبس هيك. بدي اياك ترجع تغني هلا. انا بغيت نعرف قضيه وحده. علاش ما بغيتيش تعطيني الوراق؟ علاش؟ انا ما مصرش بالوراق. تمشي معايا ونسولوا على الوراق. باقيين في الحكومه باقي، لان يلا مات خويا باك، يلا مات، باقي ما شي وراق باقي ما كاينينش. باقي خصنا نمشيو نقلبوا عليهم في المحافظه ونجبدوهم وتمشي معايا. وداك الشيء اللي تباع فينا هما فلوسه. باقي ما تباعش والو. باقي ما تباع حتى شي حاجه. ملي غتباع شي حاجه راه غادي كلشي غتشوفوا بعينك وكلشي تمشي معايا وغادي نوصلوا للحكومه ونجبدوا الاوراق ديال البلاد ونوريك حاجه بحاجه تتقتنع. عبد الحكيم انا عمك. علاش هادشي في الاول علاش ما درتيش معايا؟ انا هادشي اللي بغيت نعرف. علاش في الاول قلتي لي سير روح انت سير للبلاد بوحدك؟ واش انا عارف شي بلاد؟ انا ما عارفش. انت جيتي جاهل. ما جيتيش بواحد الطريقه ديال العموم وتجي عندي تقول لي يا عمي اشنا هو نديروا هادي ونديروا هادي بلادي احسن وتمشي نمشيو نوريك. عمي عزيز صيفطتو لك ودرتي فيه حتى هو. قلتي لي هذاك دري صغير ما كيعرف والو خليه. مال خوتو الكبار علاش ما يهضروش؟ علاش خوتي كيحشموا؟ خوتي كيحشموا منك. انا كنحشم منك. خوتك ما عمرهم ما عايروني، ما عمرهم سبوني، ما عمرهم قالوا لي شي حاجه. انا ما عرفتش. انا كعمي ماشي ما عرفتش. انا ما عرفتش. ولكن واش انا عمري وصلت معاك؟ حشوم مالك. انا عمك في عود باك. انا عمك في عود باك اللي هي خاصك تجي عندي ونمشي معاك على حساب استطاعتي نديرها. نمشي معاك ونسول معاك وكل شيء غادي. انت عارف كل شيء. دابا انا بغيت نعرف من هذا الشيء كامل. وضح لي قدام هذا الجمهور اشنو هو غدير معايا. انا بعدا كنداعك في المحكمه. شوف وداير محامي. شوف اسمعوا خليه يحكي باش تكونوا فاهمين. اسمعوا خليه يحكي. ايه خسر مصاريف خسرهم على قبرك. اسمع عبد الحكيم غادي نمشيو وغادي نوريك اي حاجه خلى باك غادي نوريها لك، واي حاجه نوقف معاك فيها. وانا عمك في عود باك. اي حاجه نوقف معاك فيها وانا مستعد نوقف معاك فيها. لو بده يحكي منه مضطر يجي لهون.
ولا مضطر يكشف عن وجهه، ولا مضطر يخلي ملايين الناس يسمعوا. واحد راه ولك يموت على ولادو ولا على بلادو، باش نكون فاهمك. تبغي نتايا توفى وولدك بحالو كيطرى لي بحال هكايا. راه ما ديت لك عبد الحكيم والو، كل شيء راه باقي بلاصتو، راه باقي البلاد، راه باقي، راه حيت عمي تا هو راه واخد واحد البلاد، راه انت ما فاهم والو، دري صغير ما فاهم والو، راه خاصك تفهم عبد الحكيم. راه موضوع ديال البلاد راه قصه طويله، راه خاصك تفهم، راه ماشي سهله باش غادي تجي وتاخذ واحد الحاجه، راه خاصك تنوض وتجري وتبحث، راه باقي الوراق في المحافظه، باقي في المحكمه، راه خاصك انت تمشي معايا وتجي وتقول لي يا عمي اشنو كاين، وغادي نمشيو رجلي برجلك ونمشيو للمحكمه ونمشيو نجبدوا ورقه بورقه باش غنوصلوا للبلاد. ولكن الوراق علاش باش تعطيهم لي انا؟ هادشي اللي بغيت نعرف. الوراق كلهم في المحافظه. دابا الوراق دابا ولاو عندك، دابا كاينين في المحافظه ماشي عندي، خصنا نمشي عم نجبدوه بيقول لك تمشي معه على المحافظه وتشوف الاوراق. ونشوفوا الاوراق، راه كل شيء في المحافظه. روح شوف كل الأوراق. عبد الحكيم راه كل شيء في المحافظه، غادي نمشيو ونسولوا، كاين الارقام ديال الاوراق ونجبدوهم. وانا سمعت عمي عزيز قالوا لي باعوا طرف من البلاد. هذاك باعوا باك في الحياه ديالو، واحد الطرف باعوا باك في الحياه ديالو، هذاك ديال باك. مين ابوك باعه؟ ابوك باعه؟ انا ما عرفش البلاد، هو اللي عارف. لا بيعرف البلاد. باعوا باك، باعوا في الحياه ديالو، باعوا يعني في الحياه ديالو. هو عايش، انا ما عندي مدخله في هذاك، ما عنديش مدخله. نعم انت ما خديتش الفلوس؟ لا ما خديتش، انا حقي باقي تما، انا حقي باقي معاك في الارث ديالي، باقي معاكم نتوما. خاصني نوض نمشيو ونقلبوا عليه وغادي نجيبوه ونبقاو تنوصلوا الارقام ديال الاوراق ديال البلاد، ونمشيو للمحافظه ونتحركوا ونمشيو وغادي نجيبوا الاوراق وغتبان البلاد. بشرط واحد القضيه نقول لك، انا ما غنتهزش على الدعوه، انا دابا داير دعوه وداير محامي. حكيم انت انا نقدر نهضر مع محامي نقول لي عمي غنقدر نتفاهم معاه، ولكن غيبقى داك الشيء كما كان. خاصني نمشي معاك حيت انت كتقلب في الهضره ديالك. ما كتقلبش عبد الحكيم، انا ما درت لك حتى شي حاجه، راه كلشي باقي، راه البلاد باقا في بلاصتها، راه كلشي باقي في بلاصتو. انا راه بقى فيا باك اللي ضاع ما غنوجدوش، انا راه عاود باك، راه باقي ما درت لك والو، حتى شي حاجه ما درتها لك. مصطفى خلص تروح معه على المحافظه. نعم. بتفرجيه كل الاوراق. نعم. هو ما بيسحب الدعوه الا بعد ما يكون مطمئن انك فرجيته كل الاوراق. نعم. مفهوم؟ واضح كلامي؟ لكن يعطيني وعد. استاذ خصو يعطيني وعد. بأني وقت شو يعني؟ يعطيني زعما يدير معايا ورقه بما غادي يمشي معايا وبما غيوقف معايا وبما غادي يدير معايا هادشي اللي قال. خلاص ما خلاص، هلا حكي امام الملايين، امامنا نحن، امام الله. كلوا شاهدين. كلنا شاهدين وانا شاهدين، نحن متابعينه. اسماء هناك في المغرب رح تتابعه كمان. ما عليك، بس انت المهم يعني لازم تشوف الحقيقة مزبوط، ما تكون عم تظلمه مثلا. ايه بس هلا بدك تتصالح معه ولا لا؟ بدك تسامحه يعني على هالقصة، يمكن تكون انت عم بتظن فيه، عم بتشك فيه، وان بعض الظن اثم. نعم متفق معك. انتبه صراحة. متفق معك تماما، ولكن دابا انا على قبلك انت وعلى قبل هذا الجمهور. طبعا نحن موجودين ونحن متابعين، وانا على اتصال معك على طول. غادي نمشي معاه وغادي يدير معايا هادشي، ولا ما دارش معايا هادشي شوف الحقيقه كما هي استاذ. وشوف اذا كان انباع من الارض، اذا انباع شيء بزمن ابوك هو عايش الله يرحمه، وبتشوف كل الحقائق. كويس؟ قل له انا مسامحك والمسامح كريم. انا مسامحكم ومسامح كريم. يلا هلا بدك تكر هي الكره اللي عملتها. لا مين قوم الله يبارك فيكم، الله يبارك فيكم. يعني هيدي سعادتنا نحن، وتشوف دائما الانسان عندهم طيبه. انا بشكرك على مبادرتك انك جرأت وجيت وحكيت امام العالم وسمعت الكلام النابي اللي هذا الولد البلا تهذيب قاله. بس قمر ليك حكيم. شكرا. يلا شكرا. تفضل شكرا. حلوين.
يلا اذا خلصنا بفرحه وباغنيه وببرر هيدي شوي. والى اللقاء بقصه جديده مع المسامح كريم. شكرا.